لو بتعملي العيش ومش بيرتفع معاكي او بيطلع قطعه واحده كده ومش بيتفرق الاتنين، انا هقولك ازاي تعملي عيش ناجح وعيش على الطاسه مش في الفرن، وتقدري طبعا تعمليه في الفرن على صاجه الفرن. وبما ان رمضان على الابواب فالعيش ده يلزمنا في الفطار والسحور. تابعوا معايا الوصفه خطوه بخطوه وكل النصايح اللي انا هقولها. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من السكر، معلقتين صغيرين من الخميره بما يعادل 10 جرام او معلقه كبيره مش مليانه، نص معلقه صغيره من الملح، وهقلب الخليط ده كويس جدا مع بعض. وبعدين هنزل عليه بخليط كده شويه ميه على شويه لبن دافيين، وممكن تعجنوه بلبن بس وممكن تعجنوه بلبن رايب دافي بيكون خطير، وبنكمل عجن بميه دافيه. في نص العجن كده ضفت عليه معلقه من الزيت وهعجنه كويس وبعدين اسيبه يخمر. هنا بقى بعد العجينه ما خمرت ما شاء الله تضاعفت وبقت حلوه جدا، هحطها بقى على الكاونتر كده واعملها بالطول زي الاسطوانه، وبعدين اقسمها. الكميه دي هتعمل لي 10 ارغفه، حجم الرغيف وسط يعني مش صغير قوي ولا كبير قوي. كورتهم كده على 10 كور وبعدين هسيبهم يرتاحوا تاني. بصوا بقى انا هنا بوريكم السمك اللي انا عايزاه، دي اهم حاجه في العيش. بعد ما افرده بسمك مناسب، تاني نصيحه مهمه جدا جدا اننا نسخن الطاسه كويس قوي واسيب النار على العيش عاليه جدا مش وسط ولا واطيه. تاني حاجه اول ما نحط الرغيف لازم نشمعه، يعني ما ينفعش احط الرغيف كده واسيبه دقيقه او دقيقتين وبعدين اقلبه، لا اول ما احطه على طول اقلبه. كمان مهم جدا جدا ان انا بعد ما افرد العجينه لازم اخليها تخمر قبل ما احطها على الطاسه. وبس كده، هي دي النصايح المهمه جدا اللي لازم تكوني عارفاهم وانتي بتعملي العيش. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.